اهلا بيكم ويلا بينا. النهارده هنعمل وصفه سهله وجميله جدا، طعمها فعلا فوق الخيال. طعمها حلو جدا، من الوصفات المحببه الى قلبي وسهله قوي قوي، واحلى حاجه ان هي بتخلص وبتتحضر في حوالي 5 دقايق بالظبط كده. كنا حضرناها ودخلناها في الفرن. شايفين هنعمل النهارده مع بعض بقى طاجن فراخ بالخضار او خضار بالفراخ، حاجة كده جميلة جدا مع مكرونة محمرة، حاجة فوق الخيال. بسم الله ما شاء الله، تحفة جدا. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ. بسم الله. اول حاجة هنسمي بالله، ومعايا بصلاية بصل زي ما انتم شايفين كده، و4 طماطميات. هجيب بقى كده الخلاط بتاعي واجيب الطماطم والبصل. اول حاجة همسك البصلة كده اقطعها 4/4 كده اهوت، واجيب الطماطم برضو نفس الكلام، ببقى شايله منها الحته اللي هي من قدام دي، وبعد كده برضو بقطعها كده 4/4 عشان الخلاط يمشي فيها. اقطع بقى الطماطم زي ما انتم شايفين كده. ومعايا هنا برطمان هريسه الشطه، وده اختياري، بس احنا بنحبها بتبقى مشطشطه شويه كده وبتديها طعم. مش هنحط كتير برضو، هنحط نص معلقه زي ما انتم شايفين كده. وهاخد برضو معلقه صلصه كبيره كده اهو، وانزل كده. وكمان هاخد معلقه صغيره ملح، ومعلقه صغيره فلفل اسود، ونص معلقه ده ورق لورا على حبهان. انا بطحنهم مع بعض بيبقى شبه البودره كده اهو، شايفين عامل ازاي؟ بيبقى طعمه خطير حلو جدا. اخر حاجه مكعب ماجي اللي هو بالخضار، مكعب خضار، انزل برضو بيه كده اهو. وكده هنزل بفنجان ميه، فنجان ميه، وافرمهم بقى في الخلاط لحد ما يبقوا ناعمين خالص. هروح افرمهم وارجع لكم. الطماطم بعد ما فرمناها عصرتها كويس قوي، شوف كده بقى عامله ازاي ما شاء الله. ريحتها خطيره، ريحتها حلوه جدا جدا. جربوا الطريقه دي بالبصل بالطماطم بالتوابل بالصلصه بالفلفل بهرسه الشطه، ما شاء الله كله مع بعض ومدي ريحه تحفه جدا، وهيخلي صينيه البطاطس او صينيه الخضار معانا تبقى في حته تانية خالص. وهنا بقى هجيب بصلايه وبطاطسايه، وده كيس الخضار اللي انا كنت فرزناه معاكم. ده خضار عباره عن خضار مشكل، بسله وفاصوليا وجزر وكوسه. وامسكه كده افتحه. بصوا بقى، انا عايزه اوريكم بقى اول ما افتحه. بصوا ما شاء الله بيتفتح ازاي ما شاء الله، يعني الواحده بوحدتها. عايزه اوريكم هنا ثواني. بصوا بقى عامل ازاي ما شاء الله، الواحده بوحدتها. ده عباره عن ايه بقى؟ بسله وجزر وبطاطس وكوسه وفاصوليا خضراء. وهنا قطعنا بقى البطاطس والبصل، هنزل برضو عليهم بالشكل ده، واخلطهم بقى كلهم مع بعض. اخلط بقى ايه الخضار كله مع بعض كده، عشان كله بقى ايه يختلط في بعض زي ما كده. هنعمل ايه؟ هجيب بقى الطماطم اللي احنا عصرناها، وهنزل بحبه كده تمام، واخلط بقى ايه كله كده في بعضه، عشان ايه الخضار يطولوا ايه يعني صلصه. عايزه اقول لكم بقى الاكله دي سهله جدا جدا وسريعه جدا جدا وما بتاخدش وقت. كل اللي احنا بنعمله احنا بنحط الخضار كله على بعضه زي ما انتم شايفين كده اهو، وبعد كده هرص عليها بقى الفراخ. طبعا الفراخ انا غسلاها معاكم كذا مره، وبنغسلها طبعا كل واحد بيغسلها بالطريقه اللي بتريحه. خلاص كده انا حطيت الصلصه ظبطتها كده. هجيب بقى الفراخ بتاعتي وارصها على الوش. بصوا بقى، ادي الفراخ هي غسلاها كويس قوي، وادي الصلصه هنا اهو، الطماطم اللي كنا ضربينها في الخلاط. هجيب بقى الفرخه كده كده، ادخل كده من جوه الفرخه زي ما انتم شايفين كده، واغطيها كويس قوي كده. وارصها بقى. هعمل برضو كمان واحده معاكم، هاخد حبه كده وادخل كده بين اللحم زي ما انتم شايفين كده، امسك الورك كده افتحه
واخد حبه صلصه من اللي انا كنت عاملاهم بقى، وبرده من تحت نفس الكلام، وارص الورك كده او ارص الفراخ واحط على الوش. تمام. هعمل الكميه كلها وارجع لكم. بعد ما تبلت الفراخ كلها هجيب بقى ايه حبه الطماطم بقى اللي زادوا وانزل كده بقى على الوش. احلى صينيه فراخ هتاكلوها في حياتكم، بجد تحفه جدا جدا جدا. وبعد كده معايا معلقه زبده، دي معلقه زبده بس انا مقطعاها مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين كده، وعلى الوش كده اهوت ايه احط كام مكعب، مش هحط كتير. على فكره انا احيانا بعملها من غير زبده خالص، ولا زبده ولا سمنه، وبتبقى حلوه جدا. بس كده هنغطيها بقى كويس قوي، وبعد كده ايه نحطها في الفرن تستوي مع نفسها. هجيب بقى هنا كده سبحان الله في اخر حته يلا على قد الصينيه بالظبط. تمام كده هغطيها بقى كده، وبعد كده اجيب الورق الفويل واقفلها كويس قوي قوي، لان الفراخ اللي عندي دي الفراخ اللي هي الحمراء البلدي فهتاخد سوا شويه، فاحنا لازم نغطيها كويس قوي عشان نتاكد ان هي تستوي. بس مفيش اسهل من كده، اكله جميله جدا وسهله جدا جدا، وبتخلص في يعني بتحضرها في يعني دقايق، فعلا تحضيرها في دقايق بالظبط. هنحطها بقى في الفرن تاخد لها بتاع ايه ساعه ونص، ساعتين الا ربع براحتها خالص. النار عندي انا يعني واطيه شويه هاديه يعني، فبسيبها براحتها خالص. بصوا بقى، بما ان احنا عملنا بقى الفراخ في الفرن طبعا، والفراخ ما فيهاش طبعا لما بتعمل في الفرن ما بيبقاش فيه شوربه. طبعا انا لما بيبقى عندي شوربه كتير بتزيد يعني، فبشيلها في الفريزر في علبه زي كده زي ما انتم شايفين، او ممكن كمان احطها في اكياس لو ما عنديش علب متاحه، ممكن احطها في كيس زي كده. طبعا انا مطلعاها من بدري فعشان كده يعني الكيس فك زي ما انتم شايفين كده. انا بوريكم بقى طريقتي في تخزين الشوربه. الشوربه طبعا ما يعني حرام ان احنا نرميها لما يبقى فيه شوربه كتير وتكون الشوربه دسمه ويعني حلوه، ففراخ لحمه اي حاجه، فبجيبها بحطها زي ما انتم شايفين كده في العلب او في برطمان او في كيس اي حاجه. وبعد كده طب انا النهارده بقى عملت صينيه فراخ صينيه يعني خضار بالفراخ من غير ايه، من غير في الفرن يعني، من غير ايه ما احط شوربه ولا اي حاجه. طبعا انا دلوقتي محتاجه شوربه لان انا هعمل مكرونه محمره ولازم اسقيها بالشوربه، وطبعا عندي بيحبوا الشوربه فطبعا لازم اعمل طبق شوربه جنبيها. تمام كده. فدي بقى فكره، انا بحب اعمل الشوربه يعني خساره ما برميهاش، وخصوصا لما الشوربه تبقى حلوه فبصفيها كويس قوي بقى من البصل والبهارات اللي فيها والحاجات اللي فيها، وبعبيها كده في علب او في برطمانات او في اكياس، وبتبقى زي الفل كده اهوت، وبنستخدمها وبتبقى كانها زي الفريش بالظبط. جربوها، اللي مش بيجرب الطريقه دي جربها ويعني هيستفاد منها كتير قوي. كل اللي هعمله ان انا هجيب حله بقى زي كده وافضي فيها الشوربه عشان ايه احطها على النار تاخد غلوه، واستخدمها بقى في المكرونه واقدم منها شوربه عادي. طبعا دي مجمده شويه هنسيبها تفك شويه، اما نحطها في الميكرويف تفك مع نفسها. تمام كده. بعد ما فضيت الشوربه كلها وحطيتها في الحله هرفعها بقى على النار تاخد غلوه، وتبقى بترجع كانها شوربه لسه فريش جدا، تبقى حلوه قوي قوي. بس اهم حاجه ان احنا نحطها في الديب فريزر، نكون يعني مقفلينها كويس، حاطينها في العلب او في البرطمانات او في الاكياس ورابطينها كويس جدا جدا عشان ما يعني ما تكرفش وطعمها يبقى مش لطيف. فاحنا بنحطها في حاجات امنه وكويسه وفي مكان يكون ما فيهوش اي بقى لحوم وطيور وحاجات يعني فيها زفاره وكده، عشان ما تكرفش وتبقى يعني مش حلوه. لازم يكون ليها كده درج لوحدها، مع لو ممكن تحطي معاها خضار مفيش اي مشكله، لان الخضار والشوربه مش هيبقوا فيهم اي مشكله. لكن لو حطيتي بقى حاجه زفره سمك لحمه طيور مش اي حاجه من الحاجات دي هتلاقي ريحه الشوربه مش حلوه. بس طبعا اهم حاجه العلب اللي تكون محكمه الغلق محكمه الغلق كويسه جدا، عشان خاطر طبعا الشوربه ما تكرفش. اي حاجه عامه يعني لازم نحطها في الفريزر تكون ايه محكمه الغلق.
تمام. يلا بقى نحطها على النار ونسيبها تغلي بقى مع نفسها. دي بقى الشوربه كده هنحطها تاخد وتدي بقى مع نفسها لحد ما تسيح خالص. يلا بينا بقى نعمل المكرونه المحمره، وهقول لكم بقى على طريقتها حلوه جدا. انا بحط حبه زيت زي ما انتم شايفين كده، وكمان هحط معلقه زبده بلدي، سمنه بلدي، براحتكم خالص، الحاجه اللي تريحكم. وبعد كده هنزل بكميه المكرونه اللي انا عايزاها، ونفضل نقلب كده لحد ما المكرونه تاخد معايا لون ذهبي. اما توصل لون ذهبي هوريكم بقى هنعمل ايه. شايفين بقى المكرونه عملت ازاي؟ اول ما توصل للون الذهبي ده هعمل ايه؟ كل اللي هعمله كنت مقشره كده دقه حوالي 4 فصوص توم زي ما انتم شايفين كده، 4 فصوص توم كبار او 5 فصوص توم، وانزل بقى كده اقلب بقى التوم بالمكرونه. جربوا الطريقه دي، عايزه اقول لكم تبقى المكرونه دي تحفه جدا جدا. الطريقه دي انا معتمداها من سنين وما بغيرهاش ابدا، لان ولادي بيحبوها بالطريقه دي وجميله جدا. دي طريقه المكرونه المحمره. هبتدي بقى اقلب شويه كده حلوين لحد ما ريحه الثوم تطلع، واول ما ريحه الثوم تطلع هقول لكم هنعمل ايه تاني. بص بقى كده، اول ما ريحه الثوم تطلع وتفحفح في المكان كله انزل بطماطميتين مبشورين بالشكل ده، وكمان معلقه صغيره صلصه، وابتدي بقى كده ايه ثواني كده اقلب المكونات دي كده ببعض. هتاكلوا احلى مكرونه محمره في حياتكم، واللي بيعملها بالطريقه دي يقول لي. تمام. نقلب بقى كده شويه حلوين، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني. هنزل بقى بحبه فلفل اسود، مش هحط اكتر من كده، وطبعا هظبط الملح بتاعي. انا كنت حاطه في الثوم ملح، فانا مش هحط ملح كتير. تمام. هحط بقى ايه حبه ملح كده اهوت، ولو لما احط بقى الشوربه اشوف بقى محتاجه ايه. احط بقى الشوربه اللي احنا غليناها مع بعض، شايفين بقى كده. ازقي بقى المكرونه كده الشوربه، واظبط الشوربه بتاعتها. على فكره ممكن تحطوا ميه، يعني مش شرط شوربه، بس هي متاحه عندي شوربه فاستخدمت شوربه. ما رضيتش اقطع المقطع ده عشان تشوفوه كويس. بصوا بقى كده. تمام. انا كده حاسه ان الملح تمام كده مظبوط، مش هحط ملح تاني. نغطي بقى الحله لحد ما المكرونه تشرب الميه بتاعتها. يلا بينا بقى نشوف المكرونه بعد ما استوت. شايفين بقى ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، تحفه جدا جدا. كده بقى المكرونه استوت معانا، مكرونه محمره بس لذيذه جدا. على فكره ممكن تعملي اي شكل يعجبك بنفس الطريقه، هتبقى حلوه جدا. لو عايزه بقى تضاعف الكميه ضعف المكونات. يعني انا هنا حطيت مع طماطميتين وسط، وحطيت 4 فصوص ثوم وبس كده. انت ممكن لو عايزه تضاعفي الكميه تزودي بقى ايه الطماطم، وزودي الثوم برده نفس الكلام. ادي الفراخ بتاعتنا اهي وصلت بالسلامه واستوت وبقت ما شاء الله تحفه جدا جدا بجد، الطاجن يجنن. وادي المكرونه شايفين ما شاء الله تحفه جدا، جربوها بطريقه تعجبكم جدا. وادي طاجن الخضار بالفراخ، حاجه كده ما شاء الله. وطبعا ما ننساش الشوربه اللي احنا عاملينها مع بعضينا. وادي السلطه البلدي. وبس كده، ده كده اكلنا النهارده ما شاء الله. حاجه كده سهله وسريعه وبتخلص بسرعه جدا، جربوها بطريقتي هتعجبكم جدا. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك في القناه، واشوفكم في وصفات كتير ان شاء الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم، ومع السلامه.